علمني الرسول ان انت قبل ما تختار انك تتحمل مسؤولية ولاد مش ولادك لازم تركز وتفهم نفسك كويس. تربية الولاد معاها مسؤولية كبيرة جدا جدا، واحتمال ان انت ما تقدرش تتحملها. خلي بالك ان تربية الولاد هي فتنة عظيمة للي يختار ان هو يربي ولاد، سواء ولاده او ولاد ناس تانيين. علمني الرسول ان في بعض الاشخاص عندهم نزعة الابوة او نزعة الامومة موجودة وراسية في قلبهم، فسواء خلفوا او ما خلفوش اما بيشوفوا طفل بيكون عندهم حب شديد لهذا الطفل، وعندهم عطاء وعندهم رحمة وعندهم احتواء لهذا الطفل، وعندهم فهم انهم يفضلوا هذا الطفل على انفسهم، ودي رحمة كبيرة بتكون من الشخص. عشان كده مهم جدا تفهم يا ترى انت من هذا الشخص ولا من الشخص التاني. اللي هو ايه الشخص التاني؟ اللي هو مش عارف خبايا نفسه، هو بيعتقد ان هو بيحب الاولاد، فما فيش عنده مشكلة ان هو يتجوز شخص عنده اولاد يقول له هاتهم وانا هربيهم. ولكن لما تقع الفاس في الراس اللي بيحصل ايه؟ ان تبدأ مكنونات النفس تطلع، فيبدأ الشخص ده يأذي الاولاد دول، او يبدأ الشخص ده ياخد حق الاولاد دول، او يبدأ الشخص ده يوقع بين الاب واولاده او الام وولادها وهكذا. او الاسوأ بقى انه يطمع في الولاد دول، ان هو يطمع ان هو يقيم معاهم علاقات جنسية او يتحرش بيهم بالايد او باللفظ او غيره او غيره او غيره. اذا هنا الاولاد دول ابتلاء ليه ولم في نفسه. اذا مهم جدا تفهم ان انت قبل ما تنجب اولاد او قبل ما تحاول ان انت تتبنى اولاد تانيين او تاخد اولاد تانيين مش ولادك، لازم تفهم نفسك كويس. هل انت قد هذا الابتلاء؟ هل انت قد هذا الابتلاء؟ هل انت هتكون رحيم؟ هتكون متسامح؟ هتدي حب؟ هتدي امان؟ هتنفق فلوس؟ هتقعد معاهم تديهم وقت؟ تديهم حب؟ تديهم فهم؟ ولا هتنشغل بنفسك واحتياجاتها؟ ربنا ذكر لنا الكلام ده في قصة مين؟ قصة امرأة فرعون وقصة امرأة العزيز. الاتنين كان عندهم ولاد اخدوهم علشان يربوهم، وواحدة احسنت ليه الولد اللي كان عندها اللي هي مرات فرعون، والتانية اساءت ليه، عشان يقولك ربنا ان في عندك دايما الاحتمالين والاختيار بايدك. مهم جدا نفهم ان اوقات الام اللي انجبت بتتحرش باولادها، واوقات الاب اللي انجب بيتحرش باولاده. مهم نفهم ان مادام جبت ولاد لازم تقدم افضل ما عندك للولاد دول. لازم تفهم ان الولاد دول ابتلاء لما في نفسك. اي حاجة تحس فيها في نفسك عكس اللي ربنا قال عليه يبقى انت لازم تعدل نفسك، وان هم جولك عشان يظهروا لك قد ايه انت رحيم او قد ايه انت خبيث. ده رسولي وده اللي علمه لي وحبيت انقله لكم. صباحكم زي الفل. باي باي.